يقول: نرى بعض الطلاب يبدأون دراستهم في الفقه بفقه الاختلاف، فهل هذه الطريقة سديدة؟ وهل رسالة الفقه تحتاج إلى تدرج؟ وهل دراسة الفقه تحتاج إلى تدرج؟ بيّنوا لنا في ذلك. وش معنى الفقه فقه الاختلاف؟ يعني اختلاف العلماء؟ لا، هذا غلط. الذي يبدأ بالفقه بكتب الخلاف هذا يضيع بلا شك. الواجب يعني الأحسن أن يركز على مذهب معين ويتقن كتبه، فإذا رسخ الفقه في ذهنه حينئذ ينظر في كتب الخلاف حتى إذا فتح الله عليه يرجح هذا أو هذا. أما أن يبدأ بذكر الخلاف وهو ناشئ فهذا كالذي ألقى نفسه في اليم وهو لا يعرف السباحة.